صباح الخير على احلى ناس في الدنيا. اخيرا بعد سنتين ونص ما نزلتش اجازه، قلت انزل اجازه بقى في العيد. كنتش نزلت بقالي سنتين ونص، وبالتحديد بكلمكم من محطه الرمل. احلى مكان بالنسبه لي محطه الرمل. على فكره يا جماعه انا مش اسكندراني، انا من القاهره يعني من شبرا، لكن بالنسبه لي محطه الرمل واسكندريه بالتحديد يعني احلى مكان ممكن انا انزله في الصيف وفي الشتاء في نفس الوقت، اي وقت. دلوقتي الجو فوق الممتاز. محطة الرمل بالنسبة لي العشق، بجد العشق يا جماعة. ويا بخت الاسكندرانية بمحطة الرمل بالذات. أنا دايما بنزلها في كل أجازة، كل أجازة بعد أول أسبوع ده أقضيه مع أهلي وأسلم على الناس والصحاب، وبعد أسبوع بالظبط على طول على اسكندرية أقعد يومين تلاتة كده. لازم أروق بيهم على نفسي. الوقت بتاع الساعة كام؟ الساعة 8 الصبح، الدنيا لسه فاضية، الواحد يقدر ينزل يقعد على البحر، لسه الشمس ما شدتش. يا جماعة بجد في فرق جامد أوي ما بين أي دولة ممكن الواحد يروحها وبين مصر. بجد يا جماعة في فرق، في اختلاف رهيب. مصر حاجة تانية يا جماعة والله العظيم. مصر جميلة، مش بقول لك كده يعني نفاق وبتاع. أنا واحد أهو بقالي 10 سنين قاعد في الإمارات، بنزل طبعا كل يعني كل سنة بنزل أجازة وكده، بس في حاجات موجودة في مصر مستحيل تلاقيها في أي حتة تانية بجد. وجماعة الموضوع ده هيحسوا فعلا المغترب اللي هو سافر بره، مش شرط الخليج، سافر أي حتة في العالم، دايما لما بينزل مصر يلاقي حاجة مختلفة تماما مش موجودة في أي حتة تانية. مثلا أنت قاعد دلوقتي في اسكندرية، قاعد مثلا في محطة الرمل. محطة الرمل دي بالنسبة لي يعني كنز أثري بجد، كنز أثري. فيها كل حاجة، فيها الحياة الحلوة، فيها الحياة الليلية، فيها بالنهار تقدر تقعد على البحر، تروح أي مطعم تجيب اللي أنت عايزه، تروح عايز تفطر الصبح تلاقي مثلا مليون محل مثلا بتاع فول وطعمية، مبقاش مش عارف عند مين. عايز تاكل كبدة تروح عند الفلاح، عند أبو ناصر، كبابجي الوحش، في يعني حاجات كتير قوي ممكن الواحد يقدر ياكلها وبأقل حاجة. يعني انت معاك فلوس هتجيب، معاكش فلوس بأقل حاجة ممكن تبسط نفسك يعني. تاخد حاجة تطلع على البحر زي ما انا بعمل كده، تشرب قهوتك عند البن البرازيلي. بس يا جماعة ايه، نعدي عشان هنا التعدية مش زي الامارات، يعني محدش هيقف لك يعني لو ما وقفتش هيشيلك. ثواني بس محدش قادر يصبر. ده في حد ذاته على فكرة مش حاجة وحشة، حاجة ممتعة والله العظيم. اللي انت تعيش مغامرة التعدية دي لوحديها مش أي حد بيعرف يعديها. نقعد على البحر كده قدام سيسل. سيسل ده يا جماعة من أفضل الفنادق اللي الواحد ممكن يقعد فيها. أنا جربتها السنة اللي فاتت. فندق سيسل ده ممتاز ممتاز ممتاز، وغالي شوية، بس زي ما بقول لك في حاجات غالية ممكن تقدر تقعد فيها، وحاجات رخيصة ممكن أقل حاجة ممكن تقعد فيها الليلة مثلا 350 أو 400 جنيه دي الليلة. بس أنا بتكلم على محطة الرمل عشان محطة الرمل بالنسبة لي يعني هي الحياة، هي اسكندرية. وتقدر بقى من محطة الرمل تقدر تروح بقى كوبري ستانلي، عايز تركب مش عارف ايه تروح فين، القلعة، بحري، كل ده حواليك. لكن أنا بالنسبة لي اسكندرية لازم تنزل محطة الرمل. فيها المطاعم، فيها الكافيهات، تقدر مش عارف تاكل أي حاجة حلوة من دي سي. مش أقول لك اسمه ايه، ديليس. ديليس لسه واحد صاحبي ما بيشربش قهوته. بقول لكم يا جماعه في فرق يا جماعه، والله في اختلاف كبير ما بين اي حد عايش في الامارات او عايش في الخليج او اي دوله تانية، وبين ان هو يقعد. شكرا يا حاج، شكرا الف شكر. في ساعتين مصري لا ما هي دي اصلي خلاص. في مصري مزاجهم. تسلم يا حاج، بص عليهم. الله يخليك، شكرا، ربنا يرزقك. زي ما انت شايف كده يا جماعه، طول ما انت قاعد تلاقي ناس بقى عايزه تبيع لك حاجه وبتاع. ربنا يرزق الجميع. الفكره في ايه بقى؟ ان مش معنى الواحد مغترب
ده معناه ان هو ما بيحبش البلد. على فكره اكتر حد بيحب البلد بجد والله العظيم من قلبه وحاسس فعلا ان مصر هي مختلفه فعلا، المغترب. ليه بقى؟ لان المغترب اكتر واحد بيحس بالاختلاف ما بين مصر، والاختلافات والتفاصيل اللي بتبقى في مصر ومن اي دوله تانية. واللي موجود هنا وما جربش الغربه، الغربه في اي حته، مش شرط يكون في الامارات او الخليج يعني، مش هيحس باللي انا بقوله ده. لان فعلا اللي مغترب دايما اللي بره هتحس ان هو عايز يعيش التفاصيل بتاعت مصر، المناسبات، الاعياد. يعني انا دلوقتي كنت قاصد ان انا انزل العيد الكبير ده مصر، عشان انا بقالي مثلا حوالي 4 سنين كده ما حضرتش اي اعياد في مصر. وكنت دايما في اول ايام اول سنين الغربه كنت دايما بحس ان انا لازم اي مناسبه، اي رمضان، اي عيد، الكلام ده لازم تنزله وتعيش الاجواء دي في مصر. يعني ما تضيعهاش في الغربه، يعني مش هتحس بيها. بصراحه رمضان والاعياد والمناسبات والكلام ده كله في الغربه ولا ايام عاديه خالص. تبص في الشارع ما تلاقيش اي حد ماشي في الشارع خالص. ده ليه؟ لان الاجواء دي لازم انت تعيشها في مصر، لازم انت تعيش الاجواء دي في مصر. لكن انت تيجي هنا بصراحه في اختلاف جامد قوي ما بين الامارات وما بين مصر في موضوع العيد، رمضان. من هنا الاجواء لحد الساعه 2 3 بالليل او 3 الصبح، الناس عايشه، الناس قاعده في الكافيهات، الناس بتاكل وبتشرب. كل دي يا جماعه اجواء بتفرق قوي في حياه المغترب. ما فيش حد مثلا يقعد يقول لي ايه، انا اللي هو عايز يسافر يقول لك طب يا عم انت ما دام انت كده ما تيجي تقعد في مصر، او مثلا انت تعالى مصر وانا نفسي انا اسافر مكانك ومش هرجع ومش هيفرق معايا والكلام ده، مناسبات يعني. لا، عايز اقول لك انا كنت والله العظيم كنت بقول زي كده بالظبط في الاول، ان انا ايه، مش هيفرق معايا اي مناسبات والاهل وقعده الصحاب وقعده القهاوي والحاجات دي كلها ما بتفرقش معايا. بس انا عايز اقول لك يا جماعه، هي في الاول كنت بقول لها ايه، كنت بقول لنفسي ان انا لا، انا هسافر ان شاء الله اشتغل في بنزينه، اشتغل اي حاجه احسن من ان انا ايه اقعد في مصر. وفعلا انا كنت بقول كده فعلا، علشان انا زي كنت اي حد دلوقتي بيتكلم يقول لك ايه، مش عاجبك العيشه في الغربه او انت مفتقد حاجه هناك، خلاص تعالى ارجع مصر عيش مكانها. لا، الموضوع مش كده يا جماعه. ولو رجع بيا الزمن موضوع الغربه ده انا هرجع واختار برضو الغربه، واللي انت تسافر وبتاع ده ملوش علاقه ان انت تحب مصر. مش معنى ان انت مغترب يبقى انت ما بتحبش مصر. اي مغترب مهما كان يقول لك او يعيد لك الكلام ده لازم يكون من جواه كده فرحه وهو نازل اجازه. دي حاجه لازم تحطها في بالك. وبستغرب قوي اي حد موجود في الغربه يقول لك مصر فيها عيوب ايه ويقلل من ايه ومش عارف ايه، زي ما يكون هو اصلا اتولد عايش بره. لا، انت اتعايشت في مصر ومصر فيها حاجات حلوه وحاجات وحشه، زي اي دوله فيها حاجات حلوه وحاجات وحشه. بس حته الرزق ده ربنا كاتب لك الرزق بتاعك ده مش شرط يكون في مصر، ممكن يكون في اي حته. يعني مثلا السفير ده متغرب، مثلا سفير اي دوله، سفير مصر في اي دوله هو متغرب بس هو بيحب مصر، ما بيحبش مصر، لا بيحب مصر. مثلا لعيبه الكوره محمد صلاح ما بيفضل قاعد ناس طول السنه قاعد بره، ده رزقه ان هو شغال بره. ده مش معناه هو ما بيحبش مصر، فاهم؟ انا بالنسبه لي نفس الكلام. انا مش معنى ان انا اتغربت او انا اخترت اسافر الخليج او الامارات اعيش فيها واشتغل ده معناه ان انت ما بتحبش مصر. لا، انا اول ما بتجيلي فرصه ان انا انزل اجازه مصر وتعيش الاجواء بتاعت مصر، او اي فرصه في اي مناسبه اللي انت تنزلها، انا ما بتاخرش على طول. هي بس اخر سنتين ونص اللي انا كان في ظروف معينه في الشغل وضغط شغل وكده ما عرفتش للاسف اللي انا اجي يعني، وانا جبت يعني اهلي يقعدوا معايا شهرين، الوالد والوالده يعني. ده اللي خلاني ان انا ما انزلش اجازه قوي، ان انا ممكن اجل الاجازه دي ممكن سنه او سنتين. لكن في فرق يا جماعه، فرق كبير قوي يا جماعه فعلا ما بين الاجازه هناك في الامارات والاجازه في مصر يعني. اجواء بجد يعني، انت تصحى الصبح تنزل تفطر من اي حته انت عايزها، تنزل مثلا عايز تشرب قهوتك على اي كافيه على اي حاجه، عايز تاكل من في فرايتي كتير من اي مطاعم، كل الاشكال والوان. اي حاجه انت بتحبها هتلاقيها موجوده هنا، خصوصا في محطه الرمل يعني. عشان كده بقول لك الحاجات دي ما تلاقيهاش كتير في الامارات ولا تحس بيها. حتى لو لقيت اي مطعم مصري او اي حاجه
هتاكل وتمشي، مش هتحس بجد باي اختلاف يعني. زي ما كنت كلت زي ما كلتش، مفيش اي روح. وده مش عيب على فكره في الامارات، بس هي دي بلدك مصر، فيها تفاصيل كتير مش هتلاقيها في اي حته. حتى الاجانب، دايما انا بشوف هنا اجانب جنب السفاره اليونانيه. كنت باكل يعني في مطعم من المطاعم يعني، كان قاعد جنبي يعني حد من اليوناني يعني، قعد يتكلم معايا يقول لي يا جماعه انتوا يا بختكم بمصر فعلا، ومصر دي جميله قوي فيها روح. حتى بيقول لي انا ركبت الباص اللي هو المكشوف ده اللي بياخد الكورنيش من اوله لاخره ده، قد ايه هو مبسوط بيه وبالجو الحلو هنا، ان هو مفيش حر مفيش برد، ماشي براحته، الدنيا امان، مفيش مشاكل. كل ده بيفرق قوي مع اي سائح بيجي، فما بالك بقى يبقى اهل البلد اللي هم عايشين على طول، ولما بيسافر بره بيفتقدها. هو ده بالظبط اللي انا عايز اقوله يا جماعه النهارده. اي حد يسافر ما تطولش قوي في الغربه، ولازم تنزل كل ما تحس كده ان في فرصه انت تقدر تنزلها. لازم تنزل اجازه مصر، تشوف اهلك، تشوف ناسك، تجدد الطاقه بتاعتك، تجدد الروح اللي انت عايز تيجي تشتغل في بره يعني. لازم تجدد الطاقه، ما تقعدش توصل بالسنتين وثلاثه. انا في واحد كان معايا في الشغل قعد 7 سنين ما نزلش اجازه. بقول له انت ازاي ما نزلش اجازه؟ قعدت 7 سنين ما نزلش اجازه، ما نشوفش اهلك وبتاع. بيقول لي لا انا كنت باخد الشهر ده مرتبي واوفره يعني. قلت له يا عم المرتب اهم ولا ان انت تنزل وتغير جو وتشوف؟ يعني مش الحياه مش كلها شغل، الحياه مش كلها فلوس، لا الحياه كلها شغل مع فلوس مع اهتمام بنفسك بصحتك بنفسيتك. كل ده يا جماعه تفرق قوي يا جماعه في اي مغترب والله العظيم. يعني انت بالنسبه لي القعده مع الكورنيش هنا في القعده دي بالنسبه لي احلى مليون خروجه ممكن تلاقيها مثلا في اي حته في دوله تانية. بس فانا بقول للناس كلها بجد مصر حلوه، مصر جميله. اي حد يديله فرصه وهو في الغربه ينزل اجازه ما يترددش. انا بالنسبه لي لما بنزل بحب انزل اسكندريه محطه الرمل كل اجازه، لازم اخطف لي يومين ثلاثه بقى، سواء انا معايا حد معيش حد. مش هقعد استنى حد مثلا يبقى فاضي اقول له تعالى معايا نروح، لا حد موجود ماشي، حد مش موجود انت روح وانبسط وفرفش وابسط نفسك. مفيش حد مثلا تربط نفسك بيه في ان انت تنبسط، لازم تكون حد معاك او لازم تكون صحبه. مش عيب يعني ان انت تروح لوحدك، ولو في حد من صحابك فاضي، اصل انت نازل للاسف كله مشغول، كله مثلا بيبقى عنده مشاغل، عنده مثلا ما حدش يقدر ياخد اجازه من الشغل. كل ده انا ببقى مقدره، وكل الناس وكل الناس اللي عارفه ان انا نازل يعني، في اللي بيعرف ياخد اجازه مثلا عشان ينزل معايا اجازه، ينزل يتفسح ينزل يخرج يغير جو معايا، وفي اللي ما بيقدرش وبتاع. فانت ما تربطش نفسك باي حد معرفش مثلا ياخد اجازه او يبقى فضيلك ينزل معاك، عشان انت بتبقى نازل اجازه عكس الناس. يعني انت بتبقى نازل اجازه شهر، مش اي حد بيقدر ياخد اجازه مثلا يومين ثلاثه في نص الاسبوع او في الويك اند غيرك. فما تربطش فرحتك بالاجازه او ان انت عايز تخرج في حته معينه بحد. انزل وانبسط. انا كده انا مثلا جاي دلوقتي كان في 2 صحابي المفروض يجوا معايا ما عرفوش ياخدوا اجازه من الشغل، فخلاص لازم تيجي لوحدك وتنبسط وتخرج وتروح تاكل وتشرب وتعمل اللي انت عايزه. هي دي الفكره يعني. اهم حاجه ان الاجازه اللي انت بتنزلها تنبسط بيها على قد ما تقدر. مفيش اي حاجه تمنعك ان انت تنبسط، مش عشان لوحدك اللي انت ما تنبسطش. واي حد بجد في الامارات قاعد فتره كبيره ما تنزلش، انزل يا جماعه، انزل مصر، خد اجازه وغير طاقتك وجدد شغفك اللي انت تسافر تاني وتنزل تشتغل طول السنه. كل ده بيفرق قوي في النفسيه. أنا بالنسبه لي قعده البحر، انت تجيب اي حاجه كده تاكلها او تقعد على البحر، دي بالنسبه لي بالدنيا كلها. فده فيديو خفيف كده انا مش محضر له زي اي فيديو انا محضر له، وان شاء الله اشوفكم بقى الفيديوهات اللي انا بعملها اصلا على الامارات. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.